جمهور النصر يتحدى رونالدو برفض هذه الصفقة والجمعان يدفع الثمن. رفع جمهور نادي النصر راية التحدي في وجه الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد أنباء طلبه صفقة عالمية محددة في الميركاتو الشتوي الحالي يناير 2025. مصادر عالمية عديدة على رأسها صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن ضغط من رونالدو على إدارة النصر لضم كارلوس كاسيميرو متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الحالي وزميله السابق في ريال مدريد. وعلى الفور أعلنت جماهير الفريق النصراوي رفضها التعاقد مع كاسيميرو، مطالبة الرئيس التنفيذي الجديد ماجد الجمعان بعدم التوقيع مع هذا اللاعب بأي شكل من الأشكال. ودشنت الجماهير وسما عبر منصة إكس تحت عنوان كاسيميرو مرفوض يا الجمعان، ساخرين فيه من عمره وأداء اللاعب المتراجع، بالقول أصبح النادي دار لتأهيل العجزة كبار السن. بينما اتهم البعض رونالدو بمحاولة جلب أصدقائه فقط، وشن آخرون هجوما على الجمعان بعد أنباء التفاوض مع النجم البرازيلي، حيث كتب أحد الحسابات عبر منصة إكس: نحن نطالب بك منذ 2 وأول 3 أيام من استلامك للمنصب تريد التوقيع مع لاعب معطوب ومتشبع ومنتهي وشايب. أقسم بالله خذلان لو فعلا فكرت بهذا الاسم أو فرضوه عليك. أنت قادم لإسعاد الجمهور ولا أحد يستطيع أن يجبرك على شيء.